يا مساء الفل عليكم. النهارده هنعمل وصفه حلوه جدا جدا للشعر. عارفين طبعا ان الشعر في الشتاء بينشف شويه، ومفروض ان احنا نستخدم له حاجات تطريه. وكمان لو انت عايزه تلوني شعرك او تغيري بقى من غير ما تصبغي وكده، عندي هنا الحنه ديت حلوه جدا، اللي هي بتشتريها من الصيدليه عادي. ديت 200 جرام، مش غاليه، اسمها 5 خمسات. تمام، اهي يعني داخله على ربع كيلو بشويه، ومسجل بوزاره الصحه، يعني امنه تماما. معايا كمان معاها ديت برضو، بس ديت اصغر وبتدي يعني لون بسرعة غير التانية. يعني ديت عاملة زيها زي الصبغة، طبعا كتير عارفها، اللي هي فاتيكا. معايا كمان بن، ومعايا مايونيز بدل الزبادي. المايونيز بيدي تطرية للشعر وفرد رهيب. لو عندك كمان كمية اكبر من كده تمام، بس احنا دوت احنا عارفينه يعني مقطع، ما بنشتريش اساسا منه. الكبير ده كان عندي كده. وكمان عندي كركديه نقعاه من بالليل كده في ميه، هو غليته وسبته منقوع فيها. وعندي كاكاو، تمام، الكاكاو دوت والبن علشان خاطر يديني اللون البني الحلو. يعني هي اصلا الصبغه بني، الحنه بني، عشان يعني بيقولوا الحنه السودا حرام على الشعر. فانا جبت اللي هي البني، وجبت كمان برضو دي اللي هي البني، وهزود اللون البني اكتر بان انا هحط عليه كاكاو. وعندي ده بس انا هموت وافتكر اسمه، مش فاكره اسمه خالص. ده كنت جايباه من السعوديه، لو حد من السعوديه يعني ممكن يعرفه. دوت كده بتحط على الشعر، بيتعجن ويتحط على الشعر، بيخليه حلو جدا، بس لونه بيدي على احمر شويه كده. فايه يعني لو حد عارفه هوريهولكوا برضو لما افضيه. لو حد عارفه يقول لي اسمه إيه، عشان مش فاكراه تماما. انا كنت طالباه من واحده بتجيب حاجات من السعوديه، بس مش فاكره اسمه والله خالص. تمام، يبقى معايا ايه؟ معايا كركديه، ومعايا ليمون ابني عمال يعصره اهوت، مع انه مش وقته خالص. ومعايا البن، ومعايا الكاكاو. تمام، والكركديه ان احنا نقعينه. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل الخطوات ايه، ونجيب اي حاجه معانا كده مش عايزينها، ونحط الخطوات على بعضيها. جبت هنا حاجه اكون مش بستعملها كده، عشان لونها ممكن يتغير معايا. واحط اول حاجه، الحاجه انا هحاول ان انا افتكر لكم اسمه برضو واقوله لكم، اكتبه لكم على الفيديو. احط منه كده كميه مناسبه. هو لونه بني جدا على فكره. استنوا اقفل لكم الاضاءه عشان تشوفوا لونه حقيقي. بصوا لونه عامل ازاي، زي الكاكاو. تمام، هعمل ايه تاني؟ هحط عليه برضو شويه من القهوه. احط كده عليها يعني معلقه، معلقه ونص، معلقتين صغيرين بالكتير كده من القهوه. هم اخر حبه عندي كده في الكيس. واحط معلقتين كبار من الكاكاو. احط كده معلقتين، بسم الله، اهو. ده هيعزز معايا اللون البني اكتر. اهو برضه هوريكم ثواني الكاكاو لونه اهو كده. واحط كمان معايا اللي هي الحنه اللي عامله زي الصبغه ديت لونها قوي جدا. ده كده بقى من جوه فيه الحبه دول كده. عايزه اقول لكم ان دول يعني اغلى من الكيس اللي هو 200 جرام ده، عشان هي دي بتكون مركزه شويه. تمام، يعني عامله ايه زي ما تقولوا فيها نسبه صبغه. هحط برضو الكيس كله. هو الكيس كله اصلا ما فيهوش حاجه يعتبر. عايزه اقول لك كمان دي ممكن تحطي منها على ضوافرك، او على شعرك، او على حواجبك اللي هي في الاكياس دي. فضيت كده محتويات الكيس كلها. نيجي بقى الكيس الكبير اللي هي الحنه. طب لو انت مش لاقيه الكيس دوت في الصيدليه، عادي اشتري ربع كيلو من عند العطار، بيبقى ارخص كمان. دول كنت جايباهم قبل ما الدنيا تغلى بشويه، كان واحد تقريبا 20 جنيه، 25 جنيه، حاجه زي كده يعني. هتجيبوا ربع عادي من عند العطار، الحنه العاديه. عايزه اقول لكم الحنه اصلا يعني فوائدها رهيبه جدا اصلا للشعر. يعني لو انت فاضيه كده ممكن تعمليها كل شهر مره، تبقى تفرق معاكي جدا في شعرك. كده انا خلصت. احط بس المايونيز. طبعا لو مش عندك مايونيز حطي زبادي، هو كفيل عن المايونيز. انا هحط المايونيز فيه بيض. ولو عملتيه ماسك كده بس لشعرك بيبقى حلو جدا وبيطري، لان اصلا المايونيز عباره عن بيض
وزيت بس. بعد كده هصفي كده الكركديه عليه على حسب ما هحتاج، يعني مش هحط الميه كلها. انا هقعد على فكره كمان لو عايزه تغلي شاي كمان في الكركديه هتغلي شاي عادي في الكركديه، بس انا غاليه الكركديه لوحده، فانا دلوقتي هبدا ان انا اصفيه على الحنه. بعد ما فضيت كده الكركديه على الحنه اديله تقليبه بقى لحد ما امزج المكونات كلها مع بعضها. انا عايزاها تبقى شبه سايله شويه، فانا هزود ميه تاني. بصوا انا دي تالت مره كده ازود عليها ميه، زي ما قلت لكم بالتدريج هنبدا نزود، وتقريبا هضطر ان انا اضيف لها تاني كمان لان انا عايزاها تبقى ماشيه معايا في المضرب كويس. بصوا بقى انا قعدت برضو بزود ميه تاني بالتدريج، وهبدا ان انا اعصر عليها نص ليمونه كده عشان هتديني ثبات للالوان اللي انا بستخدمها دي. او هحط ليمونه كمان على الكميه دي، وهبدا برضو ان انا اقلبها لحد ما تبقى ناعمه جدا جدا. تفضلوا تقلبوا فيها كده لحد ما تحاولوا على قد ما تقدر ما يكونش فيها اي تكتلات تماما. بعد ما بنقلب بيها بالشكل دوت كده هنقوم حاطين عليها شويه زيت زيتون او زيت جوز الهند او اي زيت متوفر عندك، وهتخمريها لتاني يوم. يعني احنا هنسيبها لتاني يوم تتخمر، لو عرفتي كمان تخمريها يومين كل ما تخمريها كل ما بتديكي نتيجه احسن على الشعر. انا هستخدم منها دلوقتي لاولادي وهستخدم كمان منها بعد ما اخمرها. تمام، هسيبها كده يوم وبعد كده اوريكم هتستعملوها. طبعا مش هينفع اوريكم، فانتوا بعد كده هتحطوها تخمروها يوم وهتحطوها على شعركم، تفردوها كويس. طبعا الشعر يبقى مغسول كويس جدا، وتفردوها على الشعر وتسرحوا الشعر كده وهي موجوده عليها علشان يدخل ما بين كل الشعر. وبعد كده تروحوا لافين عليها كيس او بونيه او اي حاجه، وبعد كده تلفوها بطرحه وتسيبوها على شعركم، يعني اقل حاجه 4 ساعات لغايه يوم او لغايه تاني يوم كمان. هتسحب منك اي صداع اي تعب. كمان عايزه اقول لك كمان يعني بتخلي الشعر حلو جدا وبتطريه وبتنعمه، بس تغسليها كويس جدا وتغسليها ببلسم وبس كده. دي كانت وصفه الحنه النهارده. بصوا بقى هقفل انا معاكم عشان الدنيا اتبهدلت. اعملوا بس امشوا عليها بالخطوات ديت. لو ما عندكوش حاجه من الحاجات اللي انا قلتها عادي ما فيش اي مشكله، المهم ان انتوا تجيبوا حنه سواء من الصيدليه او من عند العطار واستخدموها بالطريقه ديت، ان شاء الله تنفع معاكم وهتبقى حلوه جدا. جربوها والسلام عليكم ورحمه الله.